بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، هذا كلام الله الذي أنزله على صدر رسوله محمد بن عبد الله، كلام الله الذي أنقذنا من الجاهلية وكرم الإنسان وجعله خليفة الله في الأرض. أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، فإن صدقتم قولي وأعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد. أما بعد فانسبوني فانظروا من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم؟ فعلام تقاتلونني؟ أعلى حق تركته أم على سنة غيرتها أم على شريعة بدلتها؟ يا حسين، أقصر وكف عنا الكلام، لقد أبرمتنا بكثرة كلامك، فكل الذي تقوله ليس إلا أساطير. يا قوم، والله لا أعطي بيد إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، ونحن لن نتركك حتى نأخذ بحق الخليفة منك أو نقتلك. أتخوفونني بالموت؟ اللهم اشهد أن هؤلاء القوم لم يتركوا لي سبيلا غير الجهاد. أنت في هذه القلة المغرر بها ترى أنك على حق، ونحن على كثرتنا ترانا في ضلال مبين. يا حسين، إما أن تنزل على حكم الأمير يزيد، وإما أن تتهيأ الآن للموت. والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برر.